السلام عليكم حبايبي حبايب قلبي طلبة تالتة ثانوي. استكمالا لسلسلة الفرصة الأخيرة، المحاضرة الأخيرة، وهي الخاصة بالوحدات العشرة والحداشر والاتناشر وآخر 3 نماذج. بسم الله توكلنا على الله، ركز معايا. بسم الله الرحمن الرحيم. يونت 10 ده فوتبول، اللي هي اتحاد الكرة أو مؤسسة الكرة هنا نظمت مؤتمر خيري أو ماتش خيري عشان تجمع فلوس. الهند تعتبر مشهورة بالتوابل بتاعتها، فتبقى سبايسز دي اللي هي معناها توابل. تمام. اما سبيسيز الاولى دي شبه بتتلخبط فيها، ركز فيها، دي معناها فصائل او انواع. تمام. اتس كويت الى حد ما كان سهل ان انت جوت لوست، انك تتوه وسط المتاهه اللي هي كلمه ميز. الاشاعات لم تكون اخبار اصليه. كلمه اوثنتيك ديت اللي هي بتساوي كلمه اوريجينال. لو عايز تكتب عليها يلا معايا اكتب. طيب الطلبه هنا الطلبه منهم ان هم يعملوا بحث. كلمه هنا السيرفي بيجي معاها دو وبيجي معاها كلمه كوندكت، يقوم ببحث او يقوم باستبيان. طيب اللي بعدها جمله رقم 8 اوف هيز كارير، اكتر نقطه مضيئه في الحياه المهنيه بتاعته لما اترقى، فهتبقى هاي بوينت. ايسيز واوزوريس هي تعتبر اسطوره هنا مصريه او شخصيات اسطوريه مصريه، فهتبقى كلمه ليجند. وي شود لازم ان احنا ابريشيت، نقدر دور الناس المساعده في حياتنا. ابريشيت. القاهره تعتبر موطن لكثير من العرب. تو شي ديفوتد هي كرست حياتها، يعني وضحت حياتها دايما في خدمه. تو سيرفنج لخدمه عائلتها، اللي هي كلمه ديفوتد اصلا بيجي معاها حرف الجر تو، وخد بالك بيجي بعدهم فعل اي ان جي. ديفوتد تو زي كلمه مثلا ايه اوبجكتد تو، يعترض على، برضو بعدها فعل اي ان جي. طيب هنا بوميز بيلر از ذا بيست نون انشنت مونيمنتس. تمام، ده اسم من اسم العواميد الاسطوريه، فهتبقى از ذا بيست عشان صيغه تفضيل. ذا بيراميدز اريا منطقه الاهرامات تعتبر من المناطق التراثيه، فهتبقى هيريتيج سايت. الاهرامات ار ليفنج يعتبر هنا اثر حي على على خبره القدماء المصريين، فمونيمنت. اليكس الاسكندريه على ساحل البحر المتوسط. ذا فيرست لارجست هي يعتبر اكبر المواني، فتبقى كلمه بورت. هي فاوند هو لقى هنا ساعه قديمه اند سولد وباعها بسعر قليل. هي didn't know لانه ما كانش يعرف قيمتها، فهتبقى كلمه فاليو. شي جراديويتد هي تخرجت بدرجه علميه في علم الاثار اركيولوجي. رقم 19 ايه هي الموميا بتاعت امن حطب؟ فتبقى مومي. بيبل لايند الناس مصطفيه على الجنبين عشان يشوفوا بروسيشن الموكب بتاع الملك. وخد بالك بروسيشن دي معناها موكب، اما كلمه بروسيس دي معناها عمليه، اللي هي عمليه احلال وتجليد تجديد، عمليه صعبه، انما مش العمليه الجراحيه، دي عمليه عاديه اللي هي بروسيس. طيب اللورز اللوريات والقطره والسفن زي ما موجود قدامك كده، لورز ترينز اند شيبس. تمام، ركز معايا خلاص. اللورز والترينز والقطره والحاجات دي كلها تعتبر اشكال في وسائل المواصلات، فتبقى ترانسبورت. as soon as بمجرد ما وجد الفلوس هو سلمها يدا بيد، فتبقى كلمه handed. تمام. العالم كله باجمعه the entire world. 24 مين هم اللي بينقبوا على مقبره في اسوان؟ هتبقى اركيولوجيست اللي هم علماء الاثار. هو بيعتقد ان التعليم هنا مهم جدا، لذلك هو كرس حياته ليه dedicated. تمام. there is a collection of يوجد مجموعه من الاعمال الفنيه artifacts. ايوه كده، عايزك يا باشا اوقف حل ارجع راجع معايا. ذا كوينز، او لو عايز تسمع مني برضو انا بفيدك وبترجم لك كل جمله. طيب ذا كوينز هاوس بيت الملكه واحد من المواقع الاثريه في جرينويتش هيريتيج سايت. هز تومب مقبرته تعتبر من الاماكن نون ريال سايت ان ذا نيكروبوليس، يعني مقبرته ما تعتبرش من المقابر الملكيه في نيكروبوليس اللي هو اماكن المدافن. طيب حدائق بابليون المعلقه تعتبر من الوندر، من العجائب بتاعه العالم القديم. برج القاهره واحد من العلامات البارزه اللي هي لاند ماركس. تاج محل في الهند بني عن طريق الملك، يعتبر كان اثر لزوجته
مونيمنت تكريما لزوجته. انا مشيت في ممرات جذابه وجميله بيكتشرسك لاندز. طيب ده لندن ميثريوم ان انشنت رومان، هو يعتبر هنا معبد روماني قديم كان موجود في لندن. تمبل. جيولوجيست علماء الجيولوجيا وجدوا بقايا للديناصور فريمينز. الكباري بنيت في نهر النيل عشان تتحكم في تدفق المياه اللي هي فلو. 37 كان موجود هنا اسد محنط ومحفوظ ومتجمد بري سيرفد معناها محفوظ. طيب مسرحيات شكسبير ما زالت تؤدى، دي ستيل ما زالت تلهم الممثلين المعاصرين اللي موجودين دلوقتي اللي اسمها contemporary painting applied directly to wall usually، حاجه مرسومه على جدار فبنسميها المورال. لوحه جداريه مرسومه على جدار دي اسمها مورال. طيب عايزك تركز معايا، العيله كلها ديسابيرد اختفت في ظروف غامضه mysterious conditions. mysterious هنا بيجي بعدها الموصوف mysterious conditions. طيب مبارك هنا حكم مصر، حكم مصر هنا هتبقى ruled و reigned. ruled و reigned A و B معناها حكم مصر من 81 ل 2011. هو معروف كشخص عبقري، كلمة is known معروف فبتبقى حرف الجر as. طيب المدرس هنا اعطى وصف تفصيلي ومدقق بتساوي كلمة detailed elaborate. طيب ركز بقى في اللي جايه، كونك مرهق being، تعالى بجنب كده نشرح كلمة being دي اللي هي يعتبر رابط سبب ولازم يجي بعدها صفة في أول الكلام معناها كونك أو بسبب. طيب هو هنا لقط صفقة أو حقق صفقة بيك أب، تمام؟ هو دايما بيوصلني في طريقه برضه يوصل حد بيك أب. لحسن الحظ أنا قابلت بالصدفة came across. هنا الصفات الشخصية acquired and ومطلوبة فتبقى inherited موروثة. الصفات الشخصية اللي فيك بتبقى موروثة من الناس اللي هي ايه؟ اللي سبقتك. 49 إذا it's a huge library and reading room containing more than 8 million books. يعني في أوضة منفصلة، في أوضة مليانة كتب، في أوضة منفصلة هتبقى apart from. تمام؟ نبدأ في الجرامر بتاع يونت 10. بالمناسبة جرامر يونت 10 اللي كان بيتكلم عن جزء بتاع الاستنتاج اللي هو must have وكانت have والكلام ده كله، ان هو كذا نوع كده. ركز كده معايا اهو. لو بنتكلم عن الاستنتاج فاحنا عندنا اول نوع من الاستنتاج اللي هو، بص يا باشا، لو انت في رقم واحد كده متأكد ان الحاجة حصلت يبقى كنت بتستخدم must زائد مصدر او must have زائد تصريف تالت. دي لو حاجة حصلت في المضارع واكيد الحاجة حصلت في الماضي. طيب ده ملخص كده سريع للقاعدة. لو انت متأكد ان الحاجة ما حصلتش فكنت بتستخدم عكس must كانت، عايز اقول اكيد ما حصلش زائد فعل في المصدر، وعايز اقول اكيد ما حصلش في الماضي فبتبقى كانت هاف وتصريف تالت. برضه دي مضارع دي ماضي. عايز اكد على حاجه، لو انت احتجت تقول اكيد ما حصلش وما لقيتش كانت فانت ممكن تاخد بدلها couldn't have وتصريف تالت. النوع التالت في الاستنتاج وهو الاحتمال، والاحتمال ده يا اما may يا اما might يا اما كلمه could، وطبعا كلهم بعدهم فعل في المصدر. اما في الماضي بتبقى may have احتمال يبقى حصل في الماضي وبتساوي might have وبتساوي could have وتصريف تالت. كل دول معناهم الاحتمال. يبقى لو متاكد must متاكد انه ما حصلش كانت، احتمال may ومايت وكود. تعالى مع بعض كده بقى ايه ونركز في اللي احنا بنحله. طيب اتس لايكلي من غير ما اكمل بقيه الجمله. كلمه لايكلي اصلا بتدل يا اولاد على الاحتمال. كلمه لايكلي هنا بتدل على الاحتمال اهو. نجمع كده مع بعض كلمه لايكلي، كلمه perhaps،
كلمة probable، كلمة chance، كل الكلمات دي بتدل على الاحتمال، يبقى على طول باخد الاختيار اللي فيه كلمة might. جميعنا بنتكلم بأدب معاها، يبقى منار هنا أكيد ما توبختش، يبقى can't have been insulted. أكيد ما حصلش، يبقى can't have. أنا ما وصلتش بعد who knows ديت مين عارف؟ مين عارف؟ مين عارف؟ يبقى احتمال على طول، ومادام احتمال يبقى على طول might have missed. طيب هي فرحانه، هي اجتازت امتحانها النهائي، يبقى اكيد تكون فرحانه. تامر didn't attend، ما حضرش الاحتفال، هو اكيد لم يدعى can't have been invited. كل الناس رفع شمسيتها، يبقى اكيد هي بدات تشتي must have started. لازم يكون في دليل. لازم. بصوا يا جماعه، ما دام هستخدم التاكد سواء التاكد بماست او كانت، دي لازم يكون في ايه؟ دليل على طول. اوعى تستخدم ماست وكانت الا اذا كان في دليل. في دليل بيقول الحاجه حصلت، ولا الدليل بيقول لك ان الحاجه ما حصلتش. يبقى التاكد مش جاي غير من وجود الدليل. تعالوا نكتبها في السبوره بتاعتنا اللي احنا شغالين عليه. بص يا ولاد، ده التاكد بيجي بوجود الدليل، اما الاحتمال لا، احتمال عليه كلمات داله، زي مثلا كلمه perhaps، possible، chance، who know مين عارف، probably، likely، كل دي كلمات بتدل على ايه؟ على الاحتمال. طيب طبعا الاحتمال ملوش دليل، لان الدليل ده ممكن يقول لي الحاجه حصلت او ما حصلتش. طيب نيجي للجمله اللي بعدها، he was honored، هو تم تكريمه، يبقى اكيد عمل انجازات، فmust have made. he was honored، خلاص. I think، انا متهيألي، انا بعتقد انه انا ممكن اكون سبت ساعتي في الصاله، يبقى might have left عشان انا بعتقد. طيب حاتم هنا his car is still in front of his house، هو لسه قدام بيته، يبقى اكيد خد عربيته ولا اكيد ما خدهاش؟ هو لسه قدام البيت، يبقى اكيد ما خدش عربيته. I have just seen، انا لسه شايفها في النادي، يبقى can't be at home، اكيد هي مش في البيت. في دليل، في دليل بيقول لي الحاجه حصلت ولا الحاجه ما حصلتش. طيب ضيان كمان، الراجل هنا اطلق سراحه، يبقى اكيد القاضي متاكد ان هو بريء، must have been. it's probably، من غير ما اكمل بقيه الجمله might، لان it's probably بتدل على الاحتمال. طيب finished that story already، it's very interesting، ممتعه جدا، خلاص. يبقى هو اكيد خلص القصه دي، must have finished. you the experiment، انت لسه بقالك في المعمل بقالك دقايق، يبقى انت اكيد ما خلصتش can't have finished. هم مشوا من ساعه، لذلك اكيد وصلوا لقى المكان بعيد جدا، can't have اكيد ما وصلوش. he doesn't look sad، يبدو ان هو مش زعلان، يبقى هو اكيد ما سقطش، can't have filled. the glass، الكوبايه فاضيه، يبقى اكيد هي شربت، يبقى must have drunk. I didn't see، انا ما شفتهوش امبارح، يبقى هو اكيد مشى بدري، must have left. طه has broken، كسر رجله، تمام، هو كان في سباق، يبقى اكيد وقع من عجلته، must have fallen. هي كانت في البيت طول النهار امبارح، خلاص، يبقى اكيد كانت تعبانه، must have been. ولو كان في مايت كانت تبقى افضل. what are you saying، اللي انت بتقوله اكيد مش حقيقي، انا متاكد ان هو مش حقيقي، يبقى كلمه can't. he doesn't want any dessert، هو مش عايز اي حلوى، يبقى اكيد ما اتغداش كويس، can't have eaten lunch. الحياه في ناطحات السحاب اكيد صعبه، مفيش اكسجين، must be. لو انت درست بجد وذاكرت كويس انت اكيد هتعدي، must have passed exams. those pants are wonderful، البناطيل ديت اكيد جميله، اكيد مش رخيصه، can't be cheap. مها هنا فاكره تليفوننا، she called، هي كلمتنا النهارده، يبقى اكيد فاكره التليفون، اوكي، فاكره الرقم، must have. I am not sure، من غير ما اكمل بقيه الجمله، I am not sure، انا مش متاكد،
بتدل على الاحتمال، يبقى على طول كلمة ايه؟ might. it doesn't move ما بتتحركش، يبقى اكيد هي تكون شجرة must be tree. طيب هو هنا my mobile he was the only person هو الشخص الوحيد اللي كان هنا، يبقى اكيد هو اللي خد الموبايل must have taken. he is crying هو هنا بيعيط، وما دام بيعيط يبقى اكيد فرحان؟ لا اكيد مش فرحان، يبقى can't be happy. انا ما اعرفش ليه هو زعلان، احتمال يكون جاي له سمع خبر وحش may have heard. 32 اتصاب في دم نازل من وشه، يبقى هو must have اكيد اتصاب. مفيش حاجه كلها اسمها mustn't have، مفيش حاجه في الانجليزي كلها mustn't have، مفيش حاجه، في حاجه اسمها mustn't بس. mustn't ومصدر اللي هي بتاعت التحريم والمنع والتحذير اللي احنا قلناها في المحاضره اللي فاتت بتاعت اللي هي الوحده الرابعه. طيب ركز معايا، جمله رقم 33 فاتوا القطر هو دايما متاخر، يبقى must have missed. he cannot walk مش قادر يمشي اكيد تعبان must be ill. كمال ايه by train yesterday I am uncertain انا مش متاكد، يبقى might have traveled. 36 she ايه the map هي وجدت نفسها في مكان مختلف، يبقى اكيد ما اتبعتش الخريطه can't have followed. المعبد ده مهم بيتزار بمئات الناس، يبقى اكيد مليون في المية مهم، يبقى must be important. هو بيصرف فلوس كتير هو اكيد غني must be rich. امين سافر بالاتوبيس هو كان المفروض يسافر، اللي هي could have traveled اللي هي بتساوي في الوحده الرابعه قلناها should have وتصريف تالت معناها كان المفروض يعمل ده. طيب انا ندمان على ارتكاب الخطا ما كانش المفروض اتشاكل shouldn't have وتصريف تالت معناها ما كانش المفروض من الوحده الرابعه. طيب هو اكيد ما وصلش في ميعاده فاتوا القطر اهو couldn't have وتصريف تالت اللي قلت لكم بتساوي كلمه can't have وتصريف تالت اللي هو معناه اكيد ما حصلش. الراجل هنا باي ذا thief انا متاكد ان هو قتل عن طريق الحرامي must have been killed. she is very efficient هي كفء جدا، مدرسه كفء اكيد كانت شاطره في الجامعه must have been اكيد كانت شاطره. طيب نيجي للقاعده اللي بعدها وهي قاعده used to. سريعا كده تعال نقول لك القاعده دي كانت بتتكلم عن ايه. تعال معايا. اولا اذا تركز معايا كده يا حبيب قلبي، اولا احنا عندنا قاعده اسمها used to اللي بيجي بعدها فعل فين؟ في المصدر، ولو عايز انفيها بتبقى didn't use to زائد برضو الفعل فين؟ في المصدر. وفي السؤال بتبقى did وفاعل use to زائد الفعل فين؟ في المصدر. جميل جدا جدا. used معناها كنت بعمل ودلوقتي ما بعملش، انما didn't use to ما كنتش بعمل ودلوقتي ايه؟ بقيت بعمل. الاثنين يعتبروا عكس بعض. طيب عايزك تركز معايا. ماشي يا باشا. اولا used to لها قاعده كده مميزه قوي بتاعت قاعده but now دي. اللي هي ايه بتاعت but now دي يا باشا؟ تعالى. قال لك ان used to، عايزك تركز كده معايا عشان نقول الحته دي باستفاضه كده. used to لو جه بعدها فعل في المصدر وقام قايل لي but now ولكن الان لازم احط في الاخر don't او doesn't. اي والله. انما used to لو جه بعدها كلمه be وقال لي but now لازم احط في الاخر isn't او aren't. المعلومه دي مهمه جدا. طيب ايه كمان جوه قاعده used to؟ امتى used to يجي بعدها noun و ing؟ لو جه قبلها verb to be am و is و are و was و were، لو قبلها الفعل get او الفعل grow او الفعل become، ودي كلها على بعضها معناها ان الشخص مازال بيعمل الحاجه لحد يومنا هذا. مهم قوي. طيب خد الحته دي، كلمه no longer لما عاوز استخدمها بيجي بعدها مصدر او مصدر بيس، وهيها قاعده، هي بتساوي قاعده used to زائد الفعل فين؟ في المصدر.
طب تعال ما اقول لك على حته مرعبه في القاعده دي. ايه الفرق بين used to would؟ ايوه صح، انت شاطر. اولا تعال نقول لك ان كلمه would ده اهي لا تاتي مع افعال الادراك، ما تجيش مع الفعل live ابدا، ولا تيجي في نفي، ولا تيجي في السؤال. تمام؟ اقول لك على حته احلى. انا عارف ان انت عايز الحته دي. بص يا باشا، لو لقيت كلمه داله على الماضي البسيط زي لاست ويسترداي واجو، الثلاث كلمات ده همت، اوعى تختار used to، اختار ماضي بسيط عادي. لو لقيت كلمه داله على الماضي البسيط ما تختارش قاعده used to خالص، اختار ماضي بسيط عادي. تمام؟ ده ملخص سريع لاهم معلومات او اهم حاجه جت في قاعده used to. انت تؤمر بس. عمر ما عادش طيب معايا، معنى كان هو طول عمره كان طيب معايا. used to be kind last year. كلمه last year كلمه داله على الماضي البسيط اوعى تختار معاها used to بقى، اختار معاها ماضي بسيط بقى. تمام؟ يبقى كلمه went بس. تعالى معايا بعد كده بيقول لك ياسر كان طول عمره متعود يروح سينما، فكان احنا عارفين ان وض بتساوي used to used to go، ما عدا في الحاجات اللي انا قلت عليها بس. الجمله رقم 4 بيقول لك عايز يعمل سؤال يبقى did he used to play، ما عادش بيغني كما كان معتاد ان يفعل used to do. لما كنت صغير، ايوه كنت متعود used to ووض الاثنين صح. used to ما هما الاثنين بيساووا بعض ما عدا في الحاجات اللي قلت عليها بس. used to ووض. لما هو كان صغير used to فين؟ used to be. طب ليه ما قلناش would be؟ لان be فعل ادراك، وض ما تجيش مع افعال ادراك، وض ما تجيش مع الفعل ليف، وض ما تجيش منفيه بوضنت، وض ما تجيش في سؤال زي ديد هي يوز تو ابدا. وض ما تجيش في الاربع حاجات دول يا ولاد، احفظها جوه دماغك. وين شي فيزيتد اس لما زارتنا، شي طبعا ما فيش يوزد كامله فخدت وض. ايوه ما انساش ان يوزد تو هياها وض معناها كان من المعتاد. لا بتساويها لا، ما عدا الاربع حاجات اللي قلت عليهم، هم دول بس اللي ما بتجيش معاهم. ركزي يالا، ركزي يا بنتي. طيب جمله رقم 9، وايل ان غردقه، بينما كنا في الغردقه كنا متعودين. خلاص فهتبقى يوزد تو جو. فين يا عم؟ اهي جو بعدها اي ان جي. تمام؟ جوينج بعدها اي ان جي، جود بعدها فعل اي ان جي، فكلهم صح A وبي وسي. لما هو كان عنده 9 سنين هي يوزد تو سايكل، كان متعود يركب عجله. وين اي واز يونج لما كنت صغير يوزد تو بعدها الفعل في المصدر. حل معايا يا باشا. 12 زمان ووتر فيندرز يوزد تو كاري، رفعات الميه كانت متعود ان هي بتشيل الميه. لما علاء كان في مرحله ابتدائيه هو كان متعود يعمل، الاثنين بيساووا بعض يبقى ايه وبي. لما كنت صغير ما كنتش متعود استمتع، دلوقتي بقيت بحب، يبقى زمان ما كنتش بحب، عكس بعض على طول. زمان الناس كانت متعوده تستخدم، يبقى used to use. حل معايا. الجمله رقم 16 عايز اعمل سؤال يبقى did you use. 17 what did you اهي سؤال يبقى use، في النفي والسؤال بتبقى use. تمام؟ علي كان متعود يمتلك يبقى used to have. طب would ما تنفعش هنا لانه فعل ادراك اللي هي have. he used to هو طول عمره كان متعود ان يكون زعلان، النويد هنا صفه، بي هي المصدر. تامر متعود انه يسافر كتير used to travel. 21 كان من المعتاد ان يكون سينما، كان يوجد يعني اللي هي زير بس. طب ليه مثلا ما خدناش غير از؟ عشان لو جبنا از قبل يوزد تو كلمه بي دي كانت هتبقى بينج اي ان جي، وعشان هي بي دي جايه مصدر فلازم زير اجيبها لوحدها من غير از يوزد تو.
كان متعود يكون خلاص used to هنا جاي بعدها كلمة be، يبقى لازم انهي isn't. هي عندها عدسات lenses ولكن كانت متعودة تلبس نظارة used to wear glasses. طيب 24 he is used to spending. تمام، هو ما زال متعود يقضي الاجازه في قريته، ولكن من سنين ما كانش بيعمل كده. wasn't هو ما عادش بيدخن، يبقى التدخين بالنسبه له كان عاده قديمه. 1 ل 10 خدت مننا وقت كبير عشان فيها كذا جرامر وشرح كمان الجرامر. يونت 11. طيب الحاجه لما تكون واضحه لينا كلنا بتبقى كلير كات. سيوه هنا او السيوي تعتبر اللهجه اللي بيتكلم بيها اهل سيوه. سيوي دي لهجه. طيب البرابره بتوع سيوه هنا يعتبروا من اللغات الاقليه مينيوريتيز. سيوان سكان سيوه بيقدروا يحتفظوا باللهجه بتاعتهم واللغه بتاعتهم. inhabitants. هو راح امريكا عشان يقضي اللي هي البوست جراديويت، اللي هي مجال التخرج بتاعه او الدراسات العليا بتاعته. بوست جراديويت سيزز. تمام. ميسي هنا يعتبر شخصيه عالميه فتبقى فيجر. الناس هنا ليها الحق ان هي تعرف المواضيع العامه، مواضيع الراي العام، فهتبقى ايشو. اور نيتيف لانجويج اللغه الاصليه بتاعتنا معرضه للانقراض بسبب ان في ناس بقت بتتكلم لغات ثانيه. endangered for many parents بالنسبه لوالدين كتيره اللي هم اللي عايشين في مجتمعات متعدده الثقافات، فتبقى مالتي كالتشرال. 25 كونك بتتكلم لغتين فده بيحسن من وظائف العقل. brain functions. تمام. brain function. برضو كونك بتتكلم لغتين ده يعتبر نافذه على ثقافات اخرى. جمل حلوه قوي. wind to another culture. الدكاتره هنا بينصحوا الناس ان هم ان هم يلتزموا بالتعليمات عشان يكونوا في امان. stick to يتبعوا التعليمات. بيتكلم هنا لغات كتير يبقى مالتي لينجوال. وات ار ما هي المميزات اللي بيعطيها وبتميز المصريين؟ كاركترستكس المميزات. knowing about your family's root انك تعرف عن اصول عيلتك ده بيساعد يكون عندك هويه ثقافيه او هويه معرفيه، ان يكون عندك تعرف اصولك يعني خلاص. identity يعني الهويه اللي هو اصلك وفصلك والكلام ده كله. طيب ليلى هنا حضنت ابنها بدفء. embraced. ركز معايا اللي بعدها. في النوبه ووادي النيل هتشوف الاثار اللي بتحيي الذكرى فتبقى commemorate. ايجيبت هاز مصر فيها تاريخ غني بيرجع الى dates back. انا محظوظ ان عندي ثقافتين في عيلتي. كلمه فورشينيت بتساوي كلمه لاكي. محظوظ. السياح هنا سابوا country fascinated by places كانوا مقصورين بالاماكن وكان عندهم حاله من الرضا. satisfactions. This war الحرب دي ممكن تكون جزء من سلسلة أحداث مش هتنتهي. events. He has just been هو موجود في فرنسا بقاله شهر. He isn't familiar هو مش على وفاق بالعادات والتقاليد اللي هناك، فهتبقى traditions والcustoms عشان دي عادات جماعية. B و C. الناس اللي بتكبر في عائلات مالتي كالتشرز فبتبقى open minded عقلها متفتح جامد. والديه هنا لهم حلو. الجمله دي حلوه جدا. والديه هنا له two different nationalities جنسيتين مختلفتين، يبقى عيلته هنا بي كالتشر زي بي لينجوال. بي لينجوال بيتكلم لغتين، فبي كالتشرز معناها ركز معايا بي كالتشرز معناها اللي هو ايه؟ ثقافتين برضه. بي كالتشرز. هي از ريلي هو شغوف بعمله، بيحب عمله جدا. passionate اللي بتساوي كلمه enthusiastic about. شغوف بيه. ماي كازن ابن عمي هنا يكون فصيح في تكلم اللغه الامريكيه. fluent in. الانجليزي هنا بيتحدث به بشكل واسع. widely spoken. هي عندها دليل قوي. clear the disorder. هنا المخ لما يحصل له هنا عدم ترتيب
ذا ديس اوردر يعني نوم متقطع او بتاع بيكون المخ مش مظبوط، ده بيؤدي الى انخفاض في intellectual and physical abilities، القدرات العقليه والقدرات البدنيه، وبيسمى الزهايمر. طيب اوف ديسنت لايف، مبادره حياه كريمه انيتيتيف، بسبب هنا ازماته الماديه اضطر ان هو يبيع جزء كبير من يعني جزء كبير من الشقه اند شير ونصيبه. تمام، شير سمول فلات. طيب اللي بعدها في رنت افضل، اللي هي معناها اجر شقه صغيره. رنت وي شود دي رنت سمول فلات، اجر شقه صغيره. وي شود ورك هارد، لازم نشتغل بجد عشان نعمل هنا جيل فخور بينا، يبقى generations. طيب انا هنا بدات اتعلم انجليزي بفضل مامتي thanks to my mom. اللي بعدها the most، اكتر لغه بيتم التحدث بيها في مصر هي طبعا اللغه العربيه، تبقى the widely spoken. he has been away، هو كان بعيد from his homeland، عن وطنه سنين كتير وحس بحنين للوطن. home sick. الانجليزي هنا هو اللغه المسيطره، فكلمه dominant هنا بتساوي كلمه prevailing اللي هو يسود. peace of mind اللي هي راحه العقل. إذا precious treasure هو كنز لا يقدر بثمن، فكلمة precious هنا بتساوي كلمة، هتبقى valuable قيم جدا، وعايز هنا الساينوم بي وسي، لا مش invaluable، هتبقى valuable و valueless، لا valuable بس، valuable بس اللي هو ذو قيمة يعني. طيب اللي هو قيم. ماشي. due to، بسبب الحرب هنا السوريين هنا كانوا مغتربين، فمغتربين هنا معناه ريفيوجيز، لاجئين يعني. فريق ليفربول بيشمل هنا جنسيات كتير جدا، فنقدر نقول ان هم متعددي الجنسيات والثقافات، مالتي كالتشر. هي بتتكلم 4 لغات، ولكن لغتها الاصليه يبقى نيتيف لانجوج ومذر تانج، الاثنين دول بيساووا بعض يا اولاد. خلاص يبقى بي وسي، نيتيف ومذر تانج. both languages، كل من اللغتين are متأصلين، deep seated و deep rooted، الاثنين برضو بيساووا بعض، يبقى A و B. 57 معناها انك تكون قادر تتكلم لغتين، يبقى B language، وقلنا من شويه الثقافتين B culture. طيب معناها انت مين، اللي قلت لك برضو من شويه الهويه بتاعتك، اصلك وفصلك. the first language، اول لغه بتتكلم بيها هي المذر تانج، اللغه الام. بعض الناس هنا اللي بيكون فيها عادات وتقاليد كتير بنسميها مالتي كالتشر. الجرامر بتاع يونت 11 اللي هو برضه الصفات المركبه، الصفتين اللي بيبقوا جنب بعض ويفصلهم هايفن، ووجود الهايفن مرتبط بوجود ان يكون في موصوف، يعني احط الهايفن لو في موصوف، وطبعا في كلمات سواء في موصوف او مفيش فلازم يكون فيها هايفن. طيب بسرعه بقى كده. Do you think، هل تعتقد ان الفرنساوي widely spoken يعني بيتم التحدث به كبيرا، حقيقه معروفه، فهتبقى well known. طب انا خدت اللي فيها هايفن ليه؟ عشان في موصوف، يبقى اهو الصفه المركبه وجود الهايفن مرتبطه لو في موصوف. طيب اللغه الصينيه هي اللغه اللي بيتم التحدث بها، language هتبقى speaking، language the main language spoken، بتحدث بها مبنيه المجهول، اللي بيتم التحدث بها spoken، دي قاعده ضمائر وصل لحذف ضمير الوصل لو جاي بعدها مبني المجهول. طيب اللغه الالمانيه German isn't widely spoken، وطبعا هنا مفيش موصوف عشان ما جبناش هايفن عشان مفيش موصوف. I hope to take 5، ما دام جاب لك شرطه يبقى لازم تاخد day مفرد. Dickens is the world famous، اللي هي famous دي اللي فيها هايفن عشان في موصوف. اللي بعدها سامي يكون في هنا دوتر موصوف، يبقى لازم اخد اللي فيها هايفن اللي هي 9 year old daughter، انما اللي تحتها مفيش موصوف فهناخد 9 years old من غير اي هايفن. انا عندي اجازه لمده اسبوعين يبقى 2 weeks. اما تحت انا عندي هوليداي في موصوف يبقى لازم اخد اللي فيها هايفن تبقى 2 week، اللي هي دي مفيش هايفن بس في فلازم ال2 يجي بعدها كلمه مفرد.
ما دام في هو في منتصف العمر he is middle aged man، في اهوت فبرضه لازم تيجي فيها موصوف. هنا برضه مرتبطه بوجود الموصوف. مرتبطه بوجود الموصوف. تمام؟ يبقى aged دي. تمام؟ middle aged. ماشي، ركز معايا كده. he overcome، واتغلب على عقبات كتير، هو شخص عنده إرادة قوية، يبقى strong willed من غير هايفن عشان مفيش موصوف. أما اللي بعدها رجل عنده برضه إرادة قوية، يبقى strong willed بالموصوف. برضه هنا عنده قصر نظر، تمام؟ فهاخد short sighted من غير موصوف. أما اللي بعدها رجل عنده short sighted قصر نظر، يبقى هنا بالهايفن عشان في موصوف. طيب ستيل هنا مظهرها كويس جود لوكينج. اما اللي بعدها في كلمه ليدي هنا في موصوف، يبقى لازم اخد لوكينج بالهايفن ما دام في موصوف. سموك فري مفيش هنا موصوف برضه، فهاخد سموك فري دي منطقه مسموح بها التدخين. اما في هنا كلمه منطقه اللي هي موصوف، يبقى سموك فري اللي فيها هايفن. طيب بعد كده فاروق الباز شخص متعلم كويس، عندنا في هنا هايفن اهو. تمام؟ ما دام في هايفن يبقى ياخد ويل educated. ماشي. اللي بعدها في كلمه كلوزس، فياخد سكند هاند بالهايفن عشان في موصوف. كلمه ون هنا خط وحش، يبقى badly written في موصوف. اللي بعدها مفيش موصوف فتبقى badly written العاديه. نيجي لضمائر الوصل. عايزك تركز معايا بقى كده في ايه؟ في ضمائر الوصل. بص يا باشا، ضمائر الوصل كلها احنا اعتمدنا وقلنا ان ضمائر الوصل خلاص اللي هي بتبقى هو which وذات وهوم وهوز ووير ووين. قلنا عشان نحل ضمائر الوصل كويس قسم ضمائر الوصل لثلاث اقسام. والله 3 اقسام بس. اول جزء انا بعتبر ان ضمائر الوصل معناها ايه؟ اللي. فوانا بقرا الجملتين لو طلع معايا كلمه اللي بس، فبعتبر ان اللي دي بتعود على عاقل فبتبقى هو لو الجمله عايده على عاقل، او هويتش لو الجمله عايده على غير ايه؟ عاقل. وما انساش ان هو وذات اللي بتساوي هو ويتش، الاثنين دول لا ياتي قبلهم مستحيل حرف جر. بس برضه في نفس الوقت ما انساش ان ذات دي ممكن يجي في اخر الجمله بتاعتها، في اخر الجمله حرف ايه؟ جر. ممكن ذات يجي في اخرها حرف جر. طيب انا بقى لو انا محتاج او لو انا عندي حرف جر مع كلمه اللي، يعني عندي ضمير وصل مع حرف جر قبله، يعني اول ما الاقي حرف جر قبل النقط من الاخر قدامي اختيارين، يا هوم مع العاقل يا اما ويتش مع الغير عاقل. هوم مع العاقل وويتش مع غير العاقل. هوم مع العاقل وويتش مع غير الايه؟ العاقل، لو عندي حرف جر قبل ضمير الوصل بتاعي. طيب النوع اللي بعد كده ان انا لو لقيت عايز اقول كلمه اللي ملكه، يعني في حاجه ملك حد فبستخدم كلمه ايه؟ هوز. او حاجه ملك حاجه برضه، يعني زي اول جمله هنحلها كده، الاقصر ديت اللي اثارها، تمام؟ المكتب اللي بوابته، الكتاب اللي عنوانه، حاجه ملك حد، حاجه ملك حاجه برضه بستخدم كلمه هوز. طيب النوع الثالث وهو، ركز في الحته دي برضه، لو انا احتجت اقول كلمه اللي فيه، اللي فيه دي يا اما وير لو عايد على مكان، يا اما وين لو عايد على وقت، والاثنين بيساووا كلمه ان which. ده ملخص سريع لضمائر الوصل. خلينا نحل ونشوف هنحتاج كلمه اللي ولا حرف جر مع كلمه اللي، ولا عايز اقول اللي ملكه، ولا عايز اقول اللي فيه سواء كانت عايده على مكان او اللي فيه عايده برضو على ايه؟ على الوقت. تعالى معايا نشوف كده. يلا يا باشا نحل مع بعض.
بيقول لك ان الاقصر اللي اثارها فهتبقى هوز. ماي انكل عمي هنا بيشتغل في الشركه اللي طورت فهتبقى ويتش. هنا مستر كريم اللي عايش فهتبقى هو، لان ذات ديت لا ياتي قبلها كوما. زمان ان ذا باست، زمان بريطانيا كان عندها امبراطوريه كبيره ويتش اللي تشرق على الشمس. كليوباترا هي اخر سلسله الحكام كولد ذا بطلمس اللي حكمت مصر. هو دي اللي عايده على مين؟ على كليوباترا الشخص يعني. حديقه الازهر هنا الازهر بارك اللي متعودين نروحه فهتبقى ويتش. ما دام محتاج تقول اللي بس يا عاقل غير عاقل. مستر امين اللي يكون متقاعد هو از. دي هو از عشان عايز اقول اللي يكون، مستخدمها لو عايز اقول اللي يكون. تمام؟ طيب ماي نيبرز بيبي بتاع جاري اللي انا بعتني بيه. في حرف جر هنا عايد على البيبي فاخد كلمه هوم. طب ما خدتش الذات ليه؟ عشان برضو في كوما، ذات لا ياتي قبلها كوما خالص. This is the interesting novel. دي الروايه اللي انا استلفتها. اللي يبقى ذات، ما هي هو ويتش وذات معناهم اللي. لسوء الحظ كان ضمان سنه واحده اللي جاي مع الثلاجه. الضمان يبقى ذات. خلاص. دو يو نو هل انت عارف المدير ويز اللي بشتغل معاه في حرف جر وعايد على عاقل. المدير يبقى لازم اخد هوم. ذا اكاونتنت المحاسب اللي احنا وظفناه. المفروض اقول اللي، والمفروض ان انا احتاج هو. مش موجود هو، طب بديلها ذات مش موجود، يبقى ولا حاجه صح، يبقى نو وورد. طيب ذا بيرسون الشخص اللي تصرفاته، يعني تصرفات الشخص ده فتبقى هوز. التلفزيون اللي انا اشتريته ذات عايده على التلفزيون غير عاقل. هي نسيت تجيب وترجع الكاميرا اللي هي اضطرت تعتذر عليها، يبقى فور ويتش. وفور عشان ابولوجايز مع حرف الجر فور. انا ما اعرفش الراجل ده جاي منين. وير. عايزك تركز معايا كده. جمله رقم 17 دو يو نو برضه هل انت عارف عمك هيرجع امتى من الجزائر؟ يبقى وين. سيوي هي اللغه اللي بيتم التحدث بها. تعالى علشان الحته دي مهمه قوي 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 وحبايبنا كتير بيقعوا فيها. اللي هي ركز معايا يا باشا، حذف ضمير الوصف لو الجمله مبنيه للمجهول. يعني ايه مبنيه للمجهول؟ يعني الجمله بادئه بمفعول على طول، ما تستخدمش ضمير وصل، بحذفه وبجيب مكانها تصريف تاني. اعرف ازاي؟ لو انا لقيت نفسي بقول اللي زائد صيغه او جمله مبنيه للايه؟ للمجهول. يعني اللي بيتم التحدث بها، اللي صنع، اللي اتزار، اللي اتطبخ، اللي واي مبني للمجهول لازم نختار تصريف ثالث فقط. مهمه جدا. ركز يا باشا. يبقى هي هنا هتبقى سبوكن بس. اللي بتقوله وات استخدمها لو جاي بعد النقط ضمير فاعل. الحضاره بتاعتنا اللي تعتبر اقدم حضاره ويتش. زاد غلط عشان الكوما. انا ما اعرفش مين اللي بيعمل. طبعا ميكنج هنا فعل اي ان جي لازم يجي قبلها از، فهي هو از ميكنج. ايه الجمل ديت اللي هي صح؟ هتبقى انا قرات الكتاب اللي انت سلفته لي. I read the book you lent me. طيب هنا ما ينفعش ويتش ضمير وصل مع ضمير مفعول ابدا. خلاص. وهنا وات ما استخدمهاش، ما بتقعدش على غير عاقل. تمام. وهنا الكتاب جاي مع الضمير ات غلط، ما ينفعش. يبقى بي. اوعى تجيب ضمير وصل مع ضمير مفعول عايد على نفس الحاجه. انا ما اعرفش اسم المصنع اللي فيه هو بيشتغل. ما دام حرف الجر ان فلازم يجي ويتش عشان بتبقى عايده على مكان، فتبقى كلمه ايه؟ ويتش. طيب بيته الجديد اللي يمتلك حديقه هتبقى which has. الولد اللي كان تعبان هو عشان عايده على عاقل. انا سمعت what he said ما قيل. هي ديت ضمير فاعل يبقى what على طول.
This is the bench. ده البنش اللي عليه انا حطيت which. ما دام عايد على غير عاقل مع حرف جر يبقى which. حرف جر وعاقل يبقى whom. الراجل اللي عربيته فتبقى whose. This is the city. دي المدينة اللي أنا اتربيت فيها يبقى where. دي المدينة وجاب لي حرف جر في الآخر قلنا يبقى على طول which. أول ما تلاقي حرف جر هنا وعايد على مكان أو وقت أو إن في الآخر وعايد على مكان أو وقت على طول خدها which. this أهي لسه قايلين أهو إن يبقى على طول برضو إيه which. تبقى لي يا مستر ووضحها لي. تعالى يا ابني احنا قلنا وين وين دي بتساوي ان which بتساوي برضه انك تحط which في النص زائد اخر الجمله حرف الجر ايه ان. طيب المدينه اللي اسمها اسيوط هوز. ده المحل اللي انا دايما بشتري منه. خلاص فممكن ذات حرف جر في الاخر وwhich يبقى الاثنين صح. They never agree on. متفقين على حل المشكلة. طبعا هنا on مفيش which فاضطر اخد كلمة what لو مفيش which. Who is the boy. ده الولد اللي جالس جنب علي sitting. Who is sitting. طيب I have two friends. انا عندي صاحبين الاثنين مهندسين both of whom. احنا ما لحقناش الطياره اللي ده معناه which means اللي يعني الاتوبيس اللي سواقه whose driver. everybody كل واحد اللي الفيزا بتاعته انتهت whose برضه. this is مستر تامر اللي معاه مع مستر تامر يبقى with whom. this is the party. ده الحزب اللي انا بدعمه I support. ما اخدش ات والبارتي موجود. ما اخدش which وات موجوده. اوعى تجيب ضمير وصل مع ضمير فاعل او مفعول وعايدين على نفس الحاجه. الكاتب اللي الكوميديا بتاعته whose comedies. الراجل اللي يكون عايش. انا عايز اقول who is عشان فعل اي ان جي بيجي قبلها is مش موجود يبقى no word. الكتب اهي اللي كتبت. الكتب ديت مفعول فحذف ضمير الوصل ويجي مكانه تصريف ثالث يبقى written. الجرامر so وsuch وانف وتو شرح كتير جدا. تعالى سريعا نديك ملخص ليهم بسرعه جدا كده. يلا حبيبي عايزك تركز معايا كده. احنا قلنا ان so دي بيجي بعدها صفه او ظرف وبعد كده كلمه ذات والجمله. اما كلمه such يجي بعدها صفه وموصوف لازم كلمتين وبعد كده كلمه ايه ذات. الصفه دي احط قبلها او ان لو الموصوف ده مفرد ومفرد بيتعد. اما such هجيب بعدها صفه على طول من غير الاو الان لو الموصوف ده جمع او كلمه لا تعد وبرضه كلمه ذات. يبقى صو بعدها كلمه واحده بس. اما such لازم يجي بعدها ايه كلمتين. طيب امتى صو يجي بعدها كلمتين؟ لو قلت صفه زائد بس الموصوف هو اللي لازم يجي قبله او ان زائد كلمه ايه ذات. ناخد بالنا من الحته اللي هقولها دي. صو يجي معاها ماتش وميني وفيو وليتل. انما كلمه such بيجي معاها a lot of بس. طيب تو وانف. تو بعدها صفه وتو مصدر ودي معناها تو لما تيجي في جمله معناها ان انا مش هقدر اعمل الحاجه. يعني الصفه اللي جايه مع تو بتمنعني ان اعمل الحاجه. اما الصفه اللي بتيجي مع انف بيجي قبلها صفه زائد تو المصدر دي معناها ان الصفه دي هتساعد في فعل الحاجه. يبقى امتى استخدم قاعده تو؟ لو انا مش هقدر اعمل. استخدم قاعده انف لو انا هقدر اعمل الحاجه دي على طول. لو انا هقدر اعمل يبقى انف. مش هقدر اعمل يبقى قاعده تو. لان تو على بعضها معناها الحاجه دي مثلا صعبه جدا وحشه جدا بتيجي دايما معاها الصفات اللي بتمنعك تعمل. دي قاعده تو. خلاص
ادي الحته التراكميه بتاعتهم كلهم. يلا يا باشا. هنا عندك صفه وموصوف في اول واحده، فهتبقى such a، صفه وموصوف. طيب هنا صفه بس يبقى so على طول كده على طول. so بيقول لك هنا الموبايل اتكلف كتير يبقى so much، يعني الماتش لا يعد. ما تقلقش المحاضره از ايزي، سهله كفايه، يبقى ايزي انف. المحاضره سهله فانا هفهمها. ما اي صفه هتساعدني ان اعمل الحاجه يبقى انف. الصفه هتمنعني يبقى تو على طول. having been infected، كونك معدى بكوفيد 19، فكان عندي صعوبه جدا، تعبان جدا جدا، انا مش هقدر اشتغل. معنى كده ان انا كنت تعبان جدا خلاص، فمش هقدر اشتغل. يبقى I became so tired، لدرجه ان انا مش هقدر اشتغل. هتبقى دي. he worked، اشتغل such long. طب ليه ما قلناش along؟ لان hours جمع، طول ما الموصوف جمع ما تحطش ايه او ان قبل الصفه. تمام. ذا كويتشن، الامتحان كان سهل جدا، يبقى هنا so easy عشان صفه وذات. he is such a good، لان الموصوف مفرد. بيلعب so well، جيدا جدا. طب انت جبت ظرف ليه؟ عشان الجمله فيها فعل. he is هو يكون قصير جدا لدرجه مش هيقدر يوصل اهو، يعني قصير جدا لدرجه مش هو يقدر يوصل. too short. اللي بعدها it's never not old enough، ما انتش كبير قوي، ما نيفر منفيه اصلا. وعايز يقول له انت مش كبير قوي قوي انك تتعلم، يعني انت ممكن تتعلم. too old. the light، الضوء اللي جاي من الشمس هنا is so harmful. so وصفه وبعد كده ذات. now people can't work، دلوقتي الناس ما بتقدرش تشتغل بجد كافي. hard enough. he had such bad luck، ليه ما قلناش such a bad؟ لان الحظ هنا لا يعد يا اولاد، الموصوف لا يعد، ما تجيبش برضه او ان قبل الصفه. الشجره واز، التي قصدي الشاي كان سخن جدا لدرجه انه ما يتشربش، يبقى تو هوت. they are، هم يكونوا such naughty boys، ما نقولش شط such برضه لان البويز الموصوف جاي جمع. منال تكون is such an elegant، برضه هنا الموصوف هنا بيتعد يبقى such an. اللي بعدها he is such a timid، تمام، يعني هو عايز يقول لك ده هي صفه بس، يبقى so timid، يعني بيخاف جدا. he is، هو يكون such a clever man، وخدنا الايه عشان المان هنا مفرد. he was، هو يكون مرهق جدا جدا لدرجه انه مش هيقدر يكمل شغله. too exhausted. ايفرست، ايفرست خطير جدا لدرجه انه ما يتسلقش، مش هينفع نتسلقه. to climb. these trousers were baggy enough، يعني واسعه كويس ان انا ممكن البسها. نيجي ليونت 12 اخر حاجه، ركز معايا. مايسز، الاساطير دايما بتتكلم عن المخلوقات الخارقه creatures. ذا كاربنتر، النجار هنا تشوبس، بيقطع. الحروب ما هيش هي الحل الاساسي عشان نفك النزاع conflict، تمام. في الاجازات وي جذر، بنتجمع مع بعض. لو انت استمريت في العمل اتزس على هذا الوتيره بيس. she is kind hearted، هي طيبه القلب. her cheeks، ابتسامتها وضحكتها smiles. her لا، لو عشان هي طيبه دموعها نزلت لما شافت الشخص المعاق. تيرز، ما تتسرعش في قراءه الجمله. سبايدر مان ماهوش شخصيه حقيقيه ولكن اسطوريه، ليجندري. الجنود متعودين يلبسوا هنا دروع، armor. I wish I had، يا ريتني كنت طعت نصيحته، obeyed. مين هم اللي دايما بيتكلموا عن حاجات حقيقيه واشخاص؟ legends، الاساطير. ركز كده معايا، رقم كام؟ 24. بتبقى قصص عن لما يقول لك في بيبل يبقى ليجندز، يقول لك حيوانات يبقى فيبلز. اللي بعدها بيقول لك ايمز تو تيتش، عايز اتعلم برضو درس. خد بالك الحاجه دي بتعلمنا درس او مغزى، برضو فيبل. شيفرلي، الشهامه،
هي سر للسلوك الكويس، كود، شفرة سرية. محمد صلاح برضو شخص، يبقى ليجند. اما القصص اللي بتتعمل بالناس بس بتتكلم عن احداث، خلاص، تبقى مايسز، احداث طبيعيه او احداث خرافيه. نهر النيل لم يعد فلودز، يفيض. ذا نوفل، الروايه هنا مبالغ فيها، اكسجريتد. 31 انك تمدد دراعتك وايدك كده وتتمدد، stretch out. there should be، لابد ان يكون هناك decline، steady decline، في معدل المواليد، انخفاض، steady decline. البوليس هنا have strong evidence، عنده دليل قوي. صاحبي يكون متواضع، humble، عمره ما بيتفاخر، هو بيتصرف بشهامة، chivalry. having healthy food، انك تاكل طعام صحي وتمارس رياضة، ده سر من اسرار الشباب الابدي. الغرض من ايه؟ انك تتعلم درس لسه دلوقتي، اللي هي الفيبلز. ايه الجمله اللي بتعبر عن التاكيد؟ قلناها قبل كده، هتبقى did play، ولاد ولاد ولاد، do ودز وديد، لو جه بعدهم مصدر المعلومه دي بتؤكد على الامفاسز، التاكيد، emphasis، التاكيد، خلاص، emphatic، اسلوب تاكيدي. تمام، ماشي. 39 مايسيس كان passed on، بتمر من جيل الى جيل، passed on. محمد صلاح لاعب مشهور، عمره ما بينسى اصوله، روتس، مو صلاح. although، على الرغم التالي، الحكايه هنا عدى عليها 100 سنه ولكن ما زالت مدركه، يعني بتتحقق في مجتمعنا، بيرسبكتيف. 42 المغزى الاخلاقي من القصه، مورال. ذا انفايرومنتال بالانس، التوازن البيئي. هي هيز كابيتس، قدراته ومهاراته ار ديبيتيبل، يعني مثيره للجدل، يعني مش منتظمه، فتم استبعاده من الفريق. وي شود، لازم ان احنا نتبرع بالدم، دونيت. اور لايف، حياتنا هنا في وتيره سريعه، فاست بيزد. ذا بوي، الولا هنا فلت، حس بالغيره، جيليوس. اور ماذرز فود، طعام مامتي بيكون تيستي، لذيذ. شي لوكس سمارت، يبدو ان هي انيقه، اختيارها للهدوم از تيستفول، يعني هنا ذوق، في ذوق جميل، يعني انيق، خلاص. تو اتشيف، عشان تحقق نجاح اكتر فلازم يكون عندك بريسيرفنس، تساوي ديترمينيشن. الروايه هنا مبالغ فيها، متعاده، اكسجريتد. اور كونتري، دولتنا هتستمر في تحقيق التقدم طول ما الناس السنسر المخلصه هنا موجوده، exist. 53 هتبقى السلام هنا هو العمود الفقري للاستقرار والنمو في العالم كله، خلاص، هو موضوع عالمي ولا بد ان ينتشر، يونيفرسال. نيجي للمباشر والغير مباشر، وهو اختيار الماضي. دايما دايما اختار الماضي. تعالى كده معايا سريعا، المباشر والغير مباشر. اولا، الجمله المباشر دي شكلها عامل ازاي؟ بيكون في شخص بيقول حاجه، فالحاجه اللي بيقولها بتكون داخل الاقواس مضارع، يا اما في شخص بيقول الى شخص اخر فبرضه كلام داخل الاقواس مضارع، ده الكلام المباشر. الكلام المباشر في سد وست وكاقواس، ولازم تكون الجمله مضارع، ايا كان بقى، مضارع بسيط، مضارع تام، مضارع مستمر، وكان. وقلنا الزمن الوحيد هو بديل المضارع داخل الاقواس ماضي هو الماضي البسيط. زمن الوحيد اللي ممكن يجي داخل الاقواس ويكون زمنه ماضي هو الماضي البسيط. تمام، يبقى سد وستو، ستو لو كان في شخصين بيتكلموا وفي اقواس. ده ما يخص الكلام المباشر. اما في الغير مباشر،
لو عايزين نتكلم بقى عن الغير مباشر، اول حاجه في الغير مباشر عندنا نظام الجمله. نظام الجمله شخص واحد بيتكلم بستخدم سيد، اما لو في اتنين بيتكلموا بستخدم معاه كلمه ايه؟ told. الغير مباشر جمله بتبدا بسيد وtold. هنا سيد اقول لك علي سيد، اما في told هقول لك علي told هبه. في شخصين بيتكلموا. طيب بعد كده بعد سيد وتولد لو طلب مني رابط بيكون الرابط ايه؟ ذات. بعد ذات بنجيب ضمير حسب اللي بدأ الكلام. يعني الضمير هنا بيبقى ضمير هي او شي او ذي حسب اللي بدأ الكلام. طيب بعد الضمير خلاص انا وقفت عند الضمير. بعد الضمير او الفاعل المستخدم لازم نختار فعل يكون زمنه ايه؟ ماضي. لازم نختار ماضي، يعني داخل الاقواس مضارع في الكلام المباشر المضارع، اما الغير مباشر لازم يكون زمنه ماضي. ايا كان الماضي بقى اللي انت هتختاره، ماضي بسيط، ماضي تام، ماضي مستمر، جمله فيها would او could، ايا كان الماضي. ما انساش وانا بشتغل ان كلمه must داخل الاقواس بتتحول تبقى هاد تو، وماست تفضل زي ما هي ماست لو في قانون. طيب نيجي بقى لحته مهمه جدا وانا بختار. لو انا قابلني اكتر من ماضي في الاختياري زي ما هنشوف دلوقتي واحنا بنحل، قال لك يا باشا عليك وعلى الكلمات الداله بقى. ايه هي الكلمات الداله؟ ان انت لو لقيت كلمه زن على طول تختار واز واي ان جي ماضي مستمر. انما لو لقيت كلمه ذا داي بيفور او ذا بريفيوس داي على طول تختار هاد وتصريف ثالث. ولو لقيت ذا following day او ذا next day او the day after، التلاتة دول بناخد معاهم would زائد الفعل في المصدر على طول. ده جزء الكلمات الدالة. لقيت زن وهو ماضي مستمر، بيفور او بريفيوس يبقى ماضي تام. طب لقيت ماضي تام اختار انت ذا داي بيفور او بريفيوس داي. ذا فولوينج او ذا نيكست او ذا داي افتر لازم اختار معاها would والمصدر. ده بالنسبة للجملة. طيب في السؤال رقم 2، السؤال بتلاقي الجمله بدات بكلمه asked اهي. تاني لقيت الجمله بدات بكلمه asked او inquire. asked برضه هنا اقول لك علي asked هبه، انما inquire شخص واحد بس بيتكلم، علي inquire. طيب عايز مني رابط، الرابط بيكون if اللي بتساوي كلمه whether او الرابط بيكون اداه استفهام. عايز اقول هنا حاجه مهمه قوي. ايه هي؟ ان وزر ده اهي بيجي معاها كلمه اور. يعني لو لقيت اور وقدامك اف وزر في الاختياري خد على طول كلمه وزر على طول. تمام؟ الحته دي مهمه قوي يا اولاد. طيب بعد اف ووزر عايز ضمير اهو. بعد الرابط عايز ضمير او فاعل بيكون حسب الشخص التاني. يعني مثال سهل كده، لما اقول لك علي told هبه، هنا جمله اهي ذات هي. انما لما اقول لك علي asked هبه اف او حتى وات بس هقول ايه؟ شي، لان مع asked بجيب الضمير حسب الشخص الثاني. انما هنا مع الجمله بجيب الضمير حسب الشخص الاولاني. وفي كل الاحوال لازم اختار جمله في الماضي اهو. الجمله في الغير مباشر سواء كانت سؤال او جمله لازم تكون ايه؟ ماضي لازم. طيب الجزء الاخير وهو الجمله الامريه. بتلاقي مثلا الجمله بدات بكلمه advised او كلمه warned حذره، وممكن asked اللي هي طلبه، والرابط حاجه من الاثنين، يا تو المصدر يا اما بحذره انه ما يعملش، يبقى نوت تو الفعل فين؟ في المصدر.
اقول لك على حته جميله 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 قوي. ان الجمله لو بدات بسجست وريكومند وانسست ولو جه بعدهم ذات هات بعدهم فاعل وفاعل في المصدر. مهم قوي الحته دي. خلاص تعال نحل ونطبق ونشوف لو قابلنا حاجه محتاجه شرح تانية نحلها على طول. طيب علي told me at that moment، حط تحتها خط كوت واكتب جلاها بتساوي كلمه then، يبقى لازم اختار ماضي مستمر يبقى was revising. I was told that secondary school، اتقال لي ان المدرسه هنا بنيت يبقى had been built، اختار الماضي. بابايا هنا قال لي ذات وي انطل قبلها ماضي بسيط منفي، تمام، بس لما يجي بعدها ماضي تام. انما لما تلاقي بعدها ماضي بسيط يبقى هنا كان في wouldn't. ليه؟ لان القاعده دي الجمله دي اصلها هنا كان في مستقبل اللي هو في الاصل كان في will ورابط ومضارع بسيط. المضارع البسيط اتحول لايه؟ لماضي بسيط، وويل فتحولت كمان لايه؟ لوض. خد بالك من دي، انطل في الغير مباشر لما تلاقي بعدها ماضي بسيط يبقى قبلها وض. طيب سيز دي الحته اللي كنت سايبها. لو الجمله بدات بفعل مضارع، تعالى كده بص يا باشا الحته اللي هنقولها دي. امتى الجمله في الغير مباشر تبقى مضارع؟ بص، لو لقيت الجمله بادئه بسي او سيز او تل او هاز تولد، تمام، او هاز سيد، او لقيت الجمله في اولها جايب لك كلمه مومنت اجو، تمام، او جاست ناو، او الجمله كانت حقيقه علميه، او لو كلام زي كلمه تومورو ما تحولتش او يسترداي ما تحولتش، يعني كمان تدل على المستقبل والماضي البسيط ما يتحولوش، هات نفس الزمن بتاعهم. يعني مع تومورو وتومورو ونيكست ويك والكلام ده ما تحولش، هات ويل. يسترداي ولاست ويك ما تحولتش، هات ماضي بسيط. ما تحولش انت كمان الزمن. يبقى في وجود الحاجات دي كلها ما بنحولش الزمن. يبقى في وجود سي دي لازم اختار مضارع، تمام. يبقى هو سمير بيقول ان هو هيقضي الاجازه في الغردقه، يبقى هنا مستقبل وما تحولش ويل سبنت. الجمله رقم 5، المدير هنا بيوضح ان الشركه was going، اختار الماضي to promote. توم قال ذات هي بيفور اصلا بيجي قبلها ماضي تام، ما تقالوش hadn't been told. هي قالت لي ان ماي فريند رامي، هنا هوايل جاي قبلها ماضي مستمر، فهنا صاحبي رامي هاد التربل قبلها ماضي بسيط هاد تربل اكسن، يعني حصل له حادثه كبيره. انا قلت لها ذات ان هي ارتكبت اخطاء، هي الوحيده الماضي فيهم would make. جابر قال سد ان هو كان مستعد. مدرس الدراسات بيقول لها دي حقيقه ان روسيا هي اكبر دوله، يبقى از. طارق بيشتكي ان الخدمه في الفندق هنا كانت was، دايما اختار الماضي. ذا انترفيور بيقول ان هم هيعرفوني بنتيجه المقابله ذا فولوينج ويك. ليه؟ عشان في هنا would اخد الكلمه تدل عليه. دونت بارك، اوعى تركن، هنا ممنوع، يبقى البوليس قال وي ماسنت، ده قانون ما يتحولش ماسنت. الجمله اللي الجرامر بتاعها صح هتبقى هاني تولد الاولى ذات هي هاد فيزيت زي هير افتر غلط، اللي بعدها زيير افتر برضو غلط، انما زيير بيفور خاصه بالماضي التام اهي يبقى هي الصح. داد قال ذات اي برضو وود ومصدر. هي said ذات هو قال ان هو hadn't وتصريف ثالث، اختار الماضي. عمر اعترف ان هو اللي كسر، طبعا the day before بتدل على الماضي التام يبقى had broken. منار said ذات قالت ان هي had been watching كانت بتتفرج. ماهر قال the next day، طبعا هنا مستقبل يبقى would be. جمله رقم 20 الجمله الصح طبعا هنا declared ومضارع غلط. ذا نيكست هنا year وجاب was going غلط، المفروض تبقى would، تمام. declared ذات I لا هنا صح، معلش هنا صح بس الغلط في حاجه ثانيه.
هي المفروض ان اي الضمير ده يبقى عايد على الريزيدنت، يبقى هي، فديت هي الغلطه اللي فيها. تمام. وهنا ديكليرز مضارع فغلط، فطبعا هي الاولى هي الصح. طيب نيجي بعد كده على الجمله الاستفهاميه. She asked me which countries. دايما بعد اداه الربط فاعل ولازم فعل في الماضي. ايه الدول اللي انت رحتها؟ اللي هي which countries you had been. الدول اللي انا رحتها I had been to. اهو which countries دي الاداه وده الفاعل، والفاعل في الماضي. ايه الجمله الصح؟ المدرس سالني اف. جمله الانكوريكت الغلط ان هو جايب اسكد وويل، كنت تبقى وود. طيب he asked me if I، برضه هنا في كلمه داله يبقى would be in 2025. هناء هنا asked me whether. ليه خدت whether؟ عشان or. dad asked me where. dad asked her، ديت سألها where she had been. يا جماعة بعد هذا الربط فاعل وفعل في الماضي على طول، اوعى تختار فعل مساعد الأول، غلط. فاعل وفعل في الماضي. he asks me، هو بيسألني where. طبعا عشان ask مضارع يبقى أداة ربط وفاعل في المضارع. طيب البوليس هنا asked بيسأل شنطة مين؟ whose bag that was، أداة ربط وفاعل في الماضي. علي wanted to know، عايز يعرف، طبعا عندي or يبقى على طول whether. صاحبي بيسألني why I hadn't، طبعا هنا ماضي تام the day before. الجملة دي موجودة في نموذج الوزارة. محمد asked علي what he was. ما ينفعش مين يجي في زمن مستمر، والله على الجملة دي يبقى ماضي بسيط meant. تمام. اللي بعدها هنا asked سألت، أداة ربط where وفعل في الماضي. وائل asked علي when he، خلاص would do هي الوحيدة اللي ماضي. أنا بستفسر I wanted to know، أنا عايز أعرف عنوانك، فدي الأحسن wanted to know. إيه الجملة اللي صح؟ هتبقى if I played الأولى. which sentence؟ إيه الجملة اللي هي غلط؟ wonders المفروض where I live، فدي غلط. تامر wonders بيسأل when I، وطبعا عشان wonders المضارع ما تحولتش يبقى will return. asked why بعد أداة الربط فاعل وفعل في الماضي. if food، if أداة ربط وفود فاعل يبقى had been prepared عشان مبني المجهول. صاحبي عايز يعرف how long بقالي قد إيه شغال. I had been working. هنا بتستفسر وعشان or خدت whether. tell me دي مضارع يبقى we are going، لازم اختار مضارع او ما تحولش. هنا المساعد في المحل asked سألني why I wanted. سمير هنا asked me سألني. هنا السؤال لسه داخل الأقواس يبقى فعل مساعد، أداة استفهام وفعل مساعد وفاعل don't you. نيجي للجملة الأمرية، آخر نوع أسئلة. إيه الجملة اللي بتكون صح؟ هنا هناء قالت لأخوها not to try، ما يحاولش يقرأ letters الخطابات. البوليس هنا بيحذر يبقى warned. هنا أمين المكتبة طلب مننا asked. suggest قلت لو جه بعدها ذات فاعل وفعل في المصدر أو فاعل وشد والمصدر. أهي اكتبها بقى، فاعل وفعل في المصدر أو فاعل وشد والمصدر. أما suggest ونقط على طول طبعا من الأفعال اللي بعدها ing. هي وريكومند من الأفعال اللي بعدهم ing. ordered them أمرهم إن هم يبدأوا ضرب النار. to shoot الضابط أمر الجنود. I was advised أنا اتنصحت إن أنا أنام بدري. to sleep. الدكتور نصحني advised me. هو طلب من الجرسون إنه يجيب to bring. don't bark اوعى تركن، ده قانون يبقى mustn't ما بتتحولش. صاحبي recommends برضه reading، أما لو جه بعدهم ذات وفاعل فعل في المصدر. صاحبي هنا بيقترح أن لا ننتظر not waiting. الجملة المفروض اللي هي صح asked me to exercise، told me to exercise، the quiz that I exercised كلهم صح. could you tell me قلنا بعد can you tell me و could you tell me
اداه ربط وفاعل وفعل مضارع مش موجود، يبقى فعل ماضي، يبقى يو ترافلد. اهو اكتبها لك اهو، بعد كان او كود يو تيل مي بيجي اداه ربط اللي هي بتبقى يا اما اف او وات واي، اي فعل مساعد، اي اداه استفهام، زائد فاعل وفعل مضارع بسيط، لو مش موجود يبقى ماضي بسيط. اهي هي دي اللي موجوده، واي اداه ربط، الفاعل يو، وبعد كده الفعل في الماضي البسيط يو ترافلد. ايه الجمله الصح؟ عمر قال ان هو بيتمنى تبقى دي الاخيره. سجست قلنا لو جينا بعدها ذات وفاعل يبقى فعل في المصدر تبقى جو. ريكومندد برضه ذات فاعل وفعل في المصدر وي لانش. وبكده يبقى احنا خلصنا مراجعه المنهج 3 ب3. ما تنساش اوعى تروح في حته، هنروح نحل مع بعض اخر 3 نماذج، العاشر وال11 وال12. تعال يلا يا ابني، تعال يا حبيبي، تعال يلا تعال. طيب وبعد ما خلصنا تمارين وشرح الوحده ال10 وال11 وال12 نيجي للمحطه الاخيره في المراجعه الخطيره، وهي النماذج ال10 وال11 وال12. طيب بسم الله الرحمن الرحيم. for a person to continue to grow، عشان تستمر في النضوج والكبر وتواكب المواضيع اللي حواليك، فانت لازم تعتنق بالتغيير، ولازم يكون عندك قبول التغيير اللي هي كلمه impress change. طيب الطلبه بتوعي دايما inspire me، بيلهموني ان انا اختلق واعمل اكتر. معنى كده عكس كلمه inspire يلهم، دي motivate يعني ما يحفزوكاش، دي motivate. ذا دكتورز سمايل، ضحكة الدكتور هنا روزد تثير الآمال. خلاص تثير، لا روزد وريزد، raised our hopes ترفع آمالنا، raised our hopes ترفع آمالنا. I don't understand، احنا قلنا ان كلمة raise دايما بتيجي مع الحاجات المعنوية. I don't understand، انا مش فاهم ليه ادم دايما has to مضطر ان هو يتفاخر بالبيت بتاعه. post ياسمين winning، فوز ياسمين بالابتكار بتاعها والاختراع بتاعها كان بمثابة للشرارة، أو was a by the needs in her village، يعني كان بيتم تحفيزه خلاص أو يتم تدعيمه، تمام، هتبقى sparked باحتياجات القرية بتاعتها. رقم 6 ذا الفرسان هنا رود زير هورسز، ركبهم الخيول بتاعتهم، هتبقى نايتس. يور ماذر مامتك هنا، او لا يور ماذر تانج اللغه الام بتاعتك. to be عشان تكون، to be fed up is to be annoyed، ان انت مليت من حاجه fed up with معناها تمل من. write today's date at the top، كلمه the top دي بيجي معاها at. I wish I، احنا المفروض wish I دي بيجي المفروض بعدها ماضي بسيط، ولكن بدل في جمله بتدل على الماضي البسيط لازم اخد ماضي تام بعد قاعده I wish، يبقى I wish I had considered. ركز في الحته دي، احنا قلنا ان وش دايما معاها ماضي بسيط، ولكن لو في كلمه او جمله داله على الماضي البسيط لازم يجي مع اي وش واي وود راذر ماضي تام في حاله لو كلمه جت او جمله داله على الماضي البسيط. طيب اي مت، انا قابلت واحد من اصدقائي المفضلين، هو الاي واز بينما انا كنت. قلنا يا اولاد مرات كتير بعد كلمه هوايل، بعد كلمه هوايل دي هوايل اي بالذات، لو انا عايز اقول بينما كنت وعايز احط كلمه يكون في ماضي مستمر على اعتبار ان هوايل بعدها ماضي مستمر بنجيب ووز بس. اما واز بينج دي غلط، اوعى تستخدمها خالص الا في حاله المبني المجهول بس. عايز اقول بينما كنت تعبان، بينما كنت في البيت، بينما كنت في المستشفى، يعني كلمه يكون هي الماضي المستمر بتاعك، اوعى تقول واز بينج وتقول واز بس. خلاص يبقى while I was بس. طيب نيجي للقطعه اللي بعدها، ان هي بتتكلم برضو عن التغيير، انه واحد من اوجه الحياه اللي لازم نعتنقها ونستمر معاها. طيب القطعه هنا بتتكلم عن الفكره الرئيسيه هي turning on a new leaf، تحول لمرحله جديده. 13 طبقا للنص التغيير هنا بيكون لتر A. 14 الجمله اللي بتلخص الباراجراف الثاني هي لتر C. الافراد هنا بيطولوا للافضل
او بيحاولوا التطوير نفسهم للافضل تبقى لتر 15 لتر A. 16 based on the text بالاعتماد على النص. if someone لو واحد هنا resist واجه او تحدى التغيير لوقت طويل هيواجه تحديات كتير وصعوبات كتير اللي هي لتر B. 17 هتبقى لتر D. 18 الافراد اللي هم بيعتنقوا التغيير هتبقى لتر C. 19 الكاتب هنا بيدعم المجادله الرئيسيه فهتبقى لتر C. القطعه اللي بعدها برضو اللي بتتكلم عن قصه. هنا الفكره الرئيسيه في المسج هي Judy's observation teachers اللي هو تعليم جودي. wandering in the forest التجوال او التجول في الغابه. جودي لاحظت بيرد طائر لتر بي. 22 هتبقى لتر دي. طيب 24 القصه هنا بتقول لنا ذات ان الحيوانات هتبقى لتر بي. 24 after her experience بعد تجربتها في الغابه جودي هنا كانت help more animals ساعدت حيوانات كتير محتاجين لها. 25 هتبقى لتر بي. 26 هتبقى لتر A. 27 هتبقى لتر برضه A. نيجي الاسئله اللي هي بدرجتين. انا قابلت سالي امبارح ما كنتش شفتها، ده الحدث الاولاني. انا ما شفتهاش من ساعه ما سابت القريه، ده الحدث الاول. ان انا ما شفتهاش من ساعه ما سابت القريه، والحدث الاول بالنسبه لي هو الماضي التام فيبقى hadn't seen. طيب someone to clean انك جبت حد عشان ينظف. خد بالك ده شخص هيعمل وده تو المصدر. احنا قلنا الحاجه بعدها تو المصدر وحد هيعمل حاجه يبقى جيت. طب ما ينفعش جوت، ما ينفعش في اول الجمله اجيب تصريف تاني، اجيب فعل في المصدر كانه امر يعني. طيب هو الاطول في اخواته الاثنين. هنا بقارن واحد مع 2 يبقى ذا تولر. طبقا لجدول مواعيدي بنهايه هذا الاسبوع من غير ما اكمل باي واي فتره زمنيه جايه ده يعتبر مستقبل تام will have done. now حاليا I don't speak Chinese انا ما بتكلمش صيني، ولكن I do speak اللي قلناه في المحاضره اللي فاتت. ايوه اللي هي do او does او did زائد مصدر، ده بيدل على الانفاذ التوكيد، حاجه توكيديه emphatic. قلناها في الكتاب اللي كنا بنراجع منه المحاضره اللي فاتت في الوحده السابعه والثامنه والتاسعه. قلنا ان الدو والمصدر دول بيجوا لنوع من انواع التوكيد. الجمله دي حلوه قوي emphatic اللي هي التوكيد او التاكيد. طيب 33 عارفين هنا المفروض ان كلمه فور ومده وناو المفروض انا معاك مضارع تام مستمر، ولكن الفعل نو فعل ادراك فهناخد هاف نون. اللي بعدها get her certificate she would be. طبعا دي الحاله الثانيه عشان الناحيه الثانيه would ومصدر فلازم اخد بديل لاف في الحاله الثانيه قلناها كتير اللي هو where في اول الجمله زائد فاعل اللي هي اماني زائد تو والمصدر ده بديل لاف في الحاله الثانيه يبقى لتر بي. الجمله البنكتويشن بتاعتها صح طبعا هتبقى لتر سي بعد وات الصفه والموصوف وعلامه التعجب وكل حاجه بقى ماشيه صح، وقبل جميع جمال حطينا الكومه في الجمله كلها صح. 36 اول واحده في الترجمه هتبقى جيم، تاني واحده في الترجمه اللي هي بتاعه الانترنت هتبقى الف، بعد كده هتبقى 38 هتبقى بي بتاعه الادب، 39 هتبقى دي النساء لعبت دور مهم في حياه بيب طبعا مسز هافجم تمام، وهتقول ان هي عملت ايه وان هي ساعدته في الاول وبعد كده استخدمت ستيلا عشان تكسر قلبه. بيدي طبعا برضو كانت بتساعده في القراءه والكتابه. ستيلا كانت هي الموتيفيشن بتاعه التحفيز بتاعه. هل تعتقد ان ستيلا كانت تلام على كسر قلب الرجاله؟ طبعا تلام، طبعا تلام، على الرغم ان هي كانت she was made هي صنعت باي مسز هافجم. طيب الامتحان اللي بعده رقم 11 الامتحان القبل الاخير. we tried to حاولنا ان احنا نتفاوض في السعر فهتبقى negotiate. the HR manager هنا وجه
for all the workers of the project as a reward. اللي هو معناها يعني كافئهم ببونص، بونص اللي هو زياده في الفلوس على مجهودهم الزياده كنوع انواع المكافاه، تبقى انستراكتد يعني امر بصرف مكافاه. بعد التخرج من الجامعه هاله هنا انضمت لوظيفه فهتبقى applied. There is a problem، هناك مشكله في الانتاجيه productivity. يوجد الكثير من المهام اللي احنا هنعملها، فاحنا محتاجين نكون حريصين في اداره الوقت time management. فجاه اللابتوب بتاعي كيزد فانكشن. الاي تي سبورت نصحني ان انا محتاج، يعني كان تمت مهاجمته عن طريق فيروس، فهننزل او هيركب انتي فيروس انستول. هاف يو ايفر بين تو عجيبه في مرسى مطروح؟ هل عمرك رحت عجيبه؟ لانها منطقه بتتميز بالاماكن المنظر الجذاب بيكتشر سيك. اوعى تكرر اي حاجه لما تكون محبط ابسط. هذا later on you، يا اما سوف تندم، فانت سوف تندم you would regret. طيب she is busy، معروف ان busy بعدها فعل ing يبقى doing. اختي كانت suffering بتعاني من انسومينيا. خلاص she had او hadn't been، ارق هنا ما كانتش بتنام كويس لاستمتاع لمده كبيره hadn't been sleeping، عشان طبعا في فور ومده. خلاص طيب ليه ما خدناش مضارع تام؟ لان هنا الاثر ماضي، فلازم الحدث يكون في الماضي التام. الحدث لازم يكون في الماضي التام طول ما الاثر ماضي الحدث. طب لو قال لك ماي سيستر از سفرنج، تعاني دلوقتي، يبقى هازنت بي. تاني يا اولاد، الاثر مضارع يبقى الحدث مضارع تام، الاثر ماضي يبقى الحدث ماضي تام. هنا الكونفكت ما كانش على درايه وهو هاد بين واتشد، كان يراقب، فده الحدث الاول ان هو كان بيتراقب، وبعد كده لم يكن على درايه. طيب نيجي بعد كده للقطعه اللي هي بتتكلم عن الجلوبال هيلث تشالنجز، التحديات العالميه للصحه. طيب السؤال رقم 12 وات ذا مين ايديا، الفكره الرئيسيه هتبقى لتر دي. هنا الفقر بيأثر على الصحه، لتر بي. لتر سي، لتر سي. طيب 14 هتبقى لتر بي. 15 which of the following is not involved، ايه هو حاجه يعني ما بتدخلش ضمن الجائحه اللي هي political measures، اجراءات سياسيه، مالهاش دعوه. based on the passage loss of parents، فقدان الوالدين كانت كارثه. 17 هتبقى لتر بي. 18 هتبقى لتر سي. 19 الفكره الرئيسيه او الرساله الرئيسيه في القطعه هي وورن، التحذير. اميليا هيرت، ده قصه برضه بتتكلم عن اميليا. الفكره الرئيسيه فيه هي الدور الريادي للمراه، متمثل في اميليا، تبقى لتر اي. 21 هتبقى لتر بي. 22 هتبقى لتر سي. 23 لتر اي. 24 قصه اميليا ونيفر هندر، عمرها ما تكون اعاقه للناس الطموحه، تبقى لتر دي. 25 هتبقى لتر سي. 26 الاولى. 27 لتر دي. نيجي للاسئله الحلوه. طبعا عندنا هنا صفه وموصوف، navigations methods، تمام؟ فطبعا في اول الجمله هتبقى such. luckily لحسن الحظ او luckily enough the old cottage was well equipped، يعني محظوظ كفايه ان لقيت الكوتج كان مجهز كويس. enough، جملتين حلوين. خلاص محظوظ كفايه او حسن الحظ على بعضها يعني. ماشي. much حاجات كتير ممكن تتعمل او بتتعمل في resident confidence and meets their needs based on latest feedback. much حاجات كتير. الجمله دي حلوه قوي. احنا عندنا هنا ار وعندنا كان، بس ماتش المفروض ان هي بتعدش، صح؟ فما ينفعش ار2 تبقى از، صح؟ خلاص فاحنا هنا هناخد كان بي، يجب ان تفعل يعني، او ممكن ان تتعمل. كان بي ما خدناش ار2 لان ماتش هنا مفرد. ماشي.
It's my job ان هي وظيفتي ان انا اصنف sort out معناه يصنف. ساره هنا ما قدرتش ان هي تشارك في النشاطات as she لانها grounded for a week by her coach لانها هنا كانت لازمه ل فور بقالها اسبوع في الكلمه بتاعتها كانت تعبانه يعني had been grounded. طيب حدث اول برضه having بعدها تصريف ثالث عشان فاعل finish بعد ما خلص. 34 ما suggest ذات قلنا suggest وذات وفاعل بيجي فاعل في المصدر. تاني هي يا اولاد نقول له كل ما نشوفها نقولها suggest تمام we insist we recommend لو جه بعدها ذات وفاعل لازم نجيب فعل فين في المصدر. قلنا في الامتحان اللي فات المحاضره اللي فاتت لو بدأ الفاعل ده مفعول يبقى بيه وتصريف ثالث. ايه الجمله للجرامر بتاعها صح؟ هنا هتبقى جدتي اخذت للمستشفى امبارح was taken ماضي بسيط ويستر دي. نيجي للترجمه. اول واحده في الترجمه هتبقى د. 37 هتبقى الف. 38 هتبقى ب. 39 هتبقى سي. طيب in your point of view من وجهه نظرك was it right كان صح البيب ان هو كيب اواي يبعد عن جو؟ طبعا لا لان جو كان was his only friend was listening to him was giving كان دايما بيعطي له او always gave him advice. ميسيس هافجن ميدا مونستر وستيلا عملت من ستيلا وحش طبعا. she used her to take revenge on men تمام وهي she made her heart stone جعلت قلبها برضه حجر. نيجي للامتحان الاخير في المحاضره الاخيره في الفرصه الاخيره في المراجعه المهمه. هو كان مرعوب عشان طبعا هو حاسس بالصفه هو حاسس بالرعب فلازم الصفه يكون اخرها اي دي اهو يبقى terrified. لو العاقل حاسس بالصفه فبيكون اخرها اي دي. تقلقش انا معاك والله عارف انت عايز محتاج ايه. I have found انا وجدت في اليوميه بتاعتها in her diary. we all agreed جميعنا متفقين ان الكونسرت الحفله كانت a success كانت محققه نجاح كبير جدا. وقلنا قبل كده مرات كتير ونكتبها تاني مفيش مشكله. تعالى الفرق بين success وسكسسفول تاني. قلت لك لما تلاقي فيرب تو بي سواء جاي كلمه بي او جاي لك is او was وقام حاطط لك A لتر A لازم تقول success. انما لو لقيت فيرب تو بي او حاطط لك is او was ومن غير A فلازم تقول successful. تمام ماشي اكتبها يا باشا وركز معايا. نكمل. على الرغم من كونه نيو جراديويت خريج جديد he was offered اتعرض عليه وظيفه كبيره جدا في الشركه. ايه ماي سربرايز ولا دهشتي الكبيره. خلاص he refused it دهشتي الكبيره ماتش ليه يا عم؟ لان هنا السربرايز لا يعد فلازم يجي معاه ماتش. انا ما خدتش ديو تو اون تو هما الاثنين معناهم بسبب لا ملاش لازمه مش عايزه المعنى. to feel impressed حسيت بالاحراج في شيء معناه انك تكون ashamed خجلان منه. هو خبط على الباب ولكن بلا فدوى بلا جدوى محدش رد عليه يبقى in vain. رؤيتها leaving باشياء امبارح وعذرلي كان منظر مؤثر جدا وعشان المنظر هنا غير عاقل فيبقى affecting ing. sport improves الرياضه هنا بتحسن صحتنا وبتجعل تصنع اختلاف make difference. هنا ابني was part of the team فريق جزء من الفريق that did اللي عمل اول زراعه قلب. رقم 10 ايه هي الخبره اللي بتحصل عليها طول حياتك؟ هي الويزدم الحكمه. المستشفيات around the world حوالين العالم كلها don't permit ما بتسمحش بسموكينج التدخين. خد بالك ان permit زي allow permit زي allow لو جه وراهم نقط على طول يعني مفيش مفعول بيجي فعل ing اسمه. حاليا I was asked الطلب مني على المدرس بتاعي ان انا اعمل حوار في الفصل. طيب The narrating green fathers owns يمتلك جرين كروزي اللي هو جد الراوي.
ايه الجمله او العباره اللي بتعبر عن وكان مركز فيها في الباراجراف الثالث؟ هي لتر دي. ما بين العمر 12 و30 هتبقى لتر دي. هنا جد الناريتور كان اتولد في الهند، انديا. 16 طبقا للنص هنا الراوي هنا معاه الحق ان هو يكون فخور بجده. نيفر ليت لايف بيت هيم، ما خلاش الحياه تهزمه وتدوس عليه، كان دايما عنده اصرار. 17 هتبقى لتر سي، تمام، شخص حكيم. 18 86 اي تي 6. 19 تبقى لتر سي. القطعه الاخيره في الامتحان الاخير بتتكلم عن التينيجرز، المراهقين وفتره المراهقه. طيب رقم 20 هتبقى لتر اي. 21 هتبقى لتر سي. 22 هنا كلمه رنتلس، تمام، كونستانت، الاستخدام معناه هنا الاستهلاك المستمر. 23 هتبقى لتر سي. 24 هتبقى لتر بي، القطعه دي صعبه شويه. 25 هتبقى لتر سي. 26 لتر بي. 27 هتبقى مايندلس اللي هي راحه العقل. نيجي بعد كده، انا اندهشت عن طريق رغبه هاله في ان هي تواجه وتحل المشاكل والتحديات الكبيره دي. رغبتها wanting هنا معناها رغبه، تمام، يعتبر نون يعني. could you just tell me قلنا قبل كده بعد كان يو could you tell me لازم يجي اداه ربط اللي هي what، وفاعل اللي هي يو، والمفروض مضارع بسيط مش موجود فبناخد مضارع ماضي بسيط يو meant. اكتبها لنا مستر عشان نسينها، عينيا الاثنين. اي جمله بتبدا ب اهو كان او could you tell me بيجي بعدها اداه ربط اللي هي بتبقى يا اما اف يا اما وات واي وير وين، اي حاجه، زائد فاعل زائد زمن. مضارع بسيط مش موجود يبقى ماضي بسيط. باشا اتفضل يا باشا، تعالى لي بقى نطبق عليها اهي. هتلاقي وات اللي هي اداه الربط، يو اللي هي الفاعل، يو مينت اللي هي الماضي البسيط. هبه didn't phone، هبه ما اتصلتش، and ولا حتى فرح عملت كده. عايز اقول ولا يبقى على طول neither did. only after testing the device، بعد اختبار الجهاز، تمام. only after زي بالظبط not until اللي هي صيغه السؤال بتيجي في الشق الثاني. الشق الثاني اهوت will وفاعل في المصدر، تمام. بعد كده هتبقى since they had been waiting in line all night I was surely، هنا معناها لان، عشان هم كانوا مستنيين لفتره طويله فاكيد حصلوا على التذاكر. ايه الجمله البنكتويشن بتاعتها صح؟ هتبقى سي. ادي الشخص اللي قال بين الاقواس، ربط الجملتين، قفل الجمله بكلمه let's discuss. طيب 34 the A is the part of an email that has an address، الجزء اللي فوق هو اللي بيكون فيه عنوان الايميل. طيب اشرف هنا كان مقدرا جدا للتدعيم، appreciative، مقدرا صفه، appreciate يقدر، appreciation التقدير، appreciative مقدرا. 36 هتبقى دي. 37 هتبقى ج. 38 هتبقى بي. 39 هتبقى سي الاولى. طيب في نهايه جريت اكسبكتيشن، وفي النهايه فعلا القراء هنا ار left تركوا بمغزى مهم جدا. explain to from your perspective، عايز درسين. اول حاجه to be loyal، انك تكون شخص دايما وفي، تمام، وتكون grateful وتكون دايما ممتن لاي حد يعمل فيك جميل لازم تشيله، خلاص يبقى تكون loyal وتكون grateful ممتن، تمام. هاو بيب، ازاي بيب كان وستيلا الايك كانوا شبه بعض. ممكن نقول ان بيب كان برضو جال عليه وقت كان فتره متعجرف وكان اتغير على مين؟ اتغير على جو، تمام، وعامله وحش. وبرضو ستيلا جه عليها وقت وكانت متعجرفه جدا واتغيرت على ميسيس هادجم اللي ربتها وعلمتها. كده احنا خلصنا 4 محاضرات، يا رب اكون قدرت افيدك سواء سنتر او يوتيوب، تمام. اللي انت عايزه انا عملته، وان شاء الله اللي جاي افضل باذن الله. اشوفك دايما على خير، اشوفك دايما منصور مجبور فرحان بامر الله بكل اللي هيحصل لك في الامتحانات، وايا كان بتسمع الكلام ده امتى، فدايما خليك قال عندك ايمان ان لسه في وقت. طول ما انت فيك نفس والامتحان لسه مش
انت داخل تمتحن في وقت، في وقت كبير جدا انك تجتهد وتتعب وتقدر تعمل اللي انت عايزه وتوصل للي انت عايزه. بس مفيش وقت الهزار والضحك زي ما احنا قلنا قبل كده. استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. اشوفكم على خير دايما. مع السلامه.